عايزاكم تجربوا الفطاير باللبن الرايب، رهيبة. ريحة وطعم في حتة تانية خالص. جربوها هتعجبكم كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. طب القلوب دواءها، وعافية الأبدان وشفاءها، ونور الأبصار وضياءها، وروح الأرواح وسر بقائها. يا مساء الخير أو صباح الخير والسعادة والهنا والرضا على كل حبايبي ومتابعيني داخل مصر وخارج مصر. أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما أبدأ الفيديو دايما بفكركم بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب، وتنزلوا تفعلوا جرس الكل عشان كل ما ننزل فيديو جديد يوصل لكم بإشعار جديد على خير إن شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض معجنات سهلة وبسيطة وشكلها منتهى الجمال والشياكة، هتعجبكم كتير. يلا نقول مكوناتنا على بركة الله. عندي هنا دقيق، عندي كيلو ونص من الدقيق. أنا هاخد بس من الدقيق كيلو، مش هاخده كله كده، أنا خلته وبقى تمام وجاهز. عندي هنا كوباية كبيرة من اللبن الرايب، هيبقى تحفة في المعجنات وبيبقى هش وطري، وكمان الطعم بيبقى في حتة تانية خالص. عندي كوباية من الزيت على السمنة. عندي بيضتين، واحدة هحطها في العجين، واحدة هدهن بيها وش العجين. عندي باكو من الخميرة، وعندي باكو من البيكنج باودر، وعندي شوية من الخل، وطبعا شوية سكر وذرة ملح. دي كل مكونات. يلا بينا نبدأ العجن. أول حاجة هعملها هضيف معلقتين كبار من السكر بالشكل ده. هنزل هنا باللبن الرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. وباكل خميرة، وعليهم البيضة، وشوية كده من السمنة على الزيت، رشة من الخل، وهنقلب الخليط بالشكل ده. كل الخليط ده معايا بالشكل ده. هنزل هنا بشوية من المية، بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بالدقيق، هحط على الدقيق باكل بيكنج باودر والملح. هنبدأ نقلبهم كويس. بسم الله. انا هنزل بباقي الدقيق واحدة واحدة، انا مش هاخد كل الدقيق. لو احتجت هاخد منه تاني. يلا انزلوا حطوا لايك للفيديو. اللي ما حطش لايك للفيديو دلوقتي، يلا اللي ما حطش لايك للفيديو لحد دلوقتي ينزل يشرفني بالاشتراك في القناة ويحط لايك للفيديو. لسه لحد دلوقتي ما صلتوش على النبي. صلوا على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. بصوا انا فضلت اعجن فيها شوية حلوين، واضفت باقي الدقيق، يعني كل الكمية اللي معايا كده حوالي كيلو ونص ويمكن اكتر شويه. بس انا بحب المعجنات بتاعت الرايب، بتبقى تحفه الصراحه. شايفين العجينه بسم الله ما شاء الله زي الملبن. عجنتها لغايه ما سابت ايديا خالص، وكمان سابت الطبق. وهنحط لها بقى شويه الزيت على السمنه، دول اللي هيظبطوها، لان احنا حاطين شويه حلوين في الاول. وهنلف بيهم بقى العجينه كده زي ما انتم متعودين معايا. بحط شويه في الاول وشويه في الاخر كده، تخلي المعجنات هشه وطريه وحلوه. شايفين العجينه بسم الله ما شاء الله حلوه جدا. مش محتاجه عجن كده تاني، هي حلوه قوي كده، لان انا عجنت فيها شويه حلوين. بس انا ما حبيتش اطول عليكم الفيديو. اسيبها كده لما تخمر على حسب درجه الحراره اللي عندكم. هي احنا كده
وهغطيها ونرجع نكمل الفيديو ان شاء الله مع بعض لما تخمر باذن الله. عجينتنا بسم الله ما شاء الله خمرت. يلا نشوفها مع بعض. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. بسم الله. شايفين العجينة طرية كده. هنقطعها قد الفطاير اللي احنا هنعملها. احنا كل واحدة هنعمل فيها 3 فطاير. طريقة سهلة جدا وبسيطة وشكلها كمان منتهى الجمال والشياكة. هقطعهم كلهم بالشكل ده ونرجع نكمل الفيديو مع بعض ان شاء الله. كده فردتها بالشكل ده. هركنها على جنب كده لغاية ما اعمل الفطيرة التانية. انا ما قطعتش كل العجين، قطعت شوية شوية عشان ما يخمرش مني وما اعرفش اعمله. ممكن لو طرية معاك شوية صغيرين ممكن ترش حبة صغيرة كده من الدقيق تسهل عليك الفرد. بين كل طبقة وطبقة عندي دلوقتي اول حاجة هنا هعملها ان انا هدهن بالشكل ده. ممكن لو عندك زبدة تدهني زبدة، مش لازم سمنة وزيت كمان، لو افضل كمان الزبدة. هنحطها بالشكل ده كده يكونوا متساويين على بعض. هنعمل واحدة كمان. هناخد اللي احنا عملناها اول مرة لسه ريحت معانا شوية بالشكل ده. هندهنها دهنة خفيفة كده. دهنتها من فوق كده، هفردها فردة خفيفة بالشكل ده. هطوي الناحية دي كده وبعدين كده بصوا، وبعدين ننزل بيها كده بالشكل ده اهو. هتبقى ده شكلها. هعمل التانية قدامكم. هنفردها كده لغايه ما نخليهم قد بعض بالشكل ده. هندهن دهنه خفيفه. هنتنيها كده والناحيه دي كده. مش بقول لكم فطاير منتهى الجمال والشياكه. وهنوقفها كده. كل الفطاير انا هخلصها بالشكل زي ما وريت حضراتكم كده. وبكده كل اخواتي وحبايبي خلصت تشكيل المعجنات بتاعتنا او الفطاير بالشكل ده. هندهن وشهم كده بشويه من البيض. ممكن تدهني وشهم بحليب، تدهني وشهم بشويه من نسكافيه، اي حاجه. انا عملت 3 صواني وصينيه كمان صغيره. هندخلهم على درجه حراره عاليه عشان هم طبقات كتيره على بعضيها فمحتاجين درجه حراره عاليه. واسويهم ونرجع نشوفهم مع بعض ان شاء الله. كده كل اخواتي وحبايبي وصلنا لنهايه الفيديو. شايفين الفطاير ريحتها روعه. عايزاكم تجربوها باللبن الرايب خرافيه. بس في تعقيب واحد بس، انكم انتوا تصغروا القطعه شويه عشان هي لما بتخمر بتكبر جدا شويه في الفرن. بصوا، فانتوا صغروا القطعه بتاعتها شويه. ده كل اللي فيها، لكن هي الصراحه هشه وطريه وطعمها خرافه. لو عجبكم الفيديو، عجبتكم الطريقه، جربوها. لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعلوا جرس الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. الف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.